اليأس أول خطوات الفشل، فمهما كانت مشاكلك اوعى تيأس. سنة 1998 كريستين بارنت خلفت طفل وسمته جيكوب. جيكوب اتأخر في الكلام جدا، وهو عنده سنتين الدكاترة شخصته ان هو مصاب بالتوحد، وكريستين ودته جلسات كتير عشان تساعده في الكلام، بس الدكاترة كلهم أجمعوا ان الأمل ضعيف جدا. كريستين قررت ان هي ما تيأس، وقررت ان هي تشتغل مع جيكوب بنفسها، وبدأت معاه بالألعاب اللي بتعتمد على الذكاء والألغاز، ولاحظت ان جيكوب مهتم جدا بالكواكب والفضاء. كريستين فضلت تشتغل مع جيكوب لحد ما قدرت توصل معاه لنتيجة كويسة قوي. طب تخيلوا كده وصلت ليه. جيكوب وهو عنده 8 سنين أتقن جدا علم الرياضيات، وهو عنده 13 سنة بقى طالب جامعي، وهو 15 أخد ماجستير في الفيزياء. معدل ذكاء جيكوب وصل ل 170، يعني أعلى من أينشتاين. تخيلوا بقى لو كريستين كانت يأست وسمعت كلامهم، كان هيبقى إيه مصير جيكوب دلوقتي؟